بصوا يا جماعة، الخبر ده مهم جدا. بيقول لك يا مصر بتعمليها ازاي؟ ماكرون يلتقط صورة تذكارية مع الشباب وعمال المطاعم وسط شوارع في سان ستيفانو بالاسكندرية. ايه ده يا جماعة؟ ماكرون يا جماعة رئيس فرنسا. تعالوا بقى نبص على التعليقات ونشوف الناس بتقول ايه. يلا بينا يا جماعة. بيقول لك للأذكياء فقط، ده أول تعليق. بيقول لك للأذكياء فقط، اذكر عدد العساكر في الصورة. يا نهار أبيض يا جماعة، اذكروا لنا عدد العساكر في الصورة يا جماعة واكتبوا لنا في التعليقات. واحد تاني بيقول لك ايه، انا كنت مقتنع انهم عمال اسكندريه عادي لحد ما دخلت الكومنتات. يا نهار ابيض. واحد تاني بيقول لك ايه، باين من العضلات انهم عمال فعلا. طب وانت ايه رايك؟ يعني انت استنى كده، انا هرجع تاني ونشوف الصوره تاني ونشوف هم فعلا عمال ولا لا. بصوا كده يا جماعه، انتوا ايه رايكم؟ هل هؤلاء عمال ولا ايه بالظبط؟ بصراحه انا مش عارف، يعني انا مستني رايكم في التعليقات. واحد تاني بيقول لك ايه، سؤال للاذكياء، اذكر عدد الضباط اللي في الصورة مع ذكر الرتبة. واحد تاني بيقول لك ايه، هم ما فيهمش حد محدد دقنه ليه؟ واحدة تانية بتقول لك ايه، بجد والله يعني دول اهالي الاسكندرية اللي عندنا وبيمشوا معانا في الشارع. على فكرة يا جماعة، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مصر بلد امن وامان. بس اهي الناس بتقول، احنا بنشوف الناس بتقول ايه يا جماعه، وانت ايه رايكم؟ قولوا لنا رايكم في التعليقات. بيقول لك المواطنين اللي بيطلعوا من النيش اما بيجي ضيوف. ايه ده؟ هو في مواطنين عندنا في النيش؟ النيش ده يا جماعه بيبقى كده محطوط في الشقه للناس اللي مش من مصر. النيش ده بيبقى حاجه يعني محطوطه في الشقه، بنحط فيها الحاجات اللي هي المهمه، كوبايات، حاجات مهمه، يعني حاجات كده للشكل عامه، منظره يعني. ما بيطلعوش الا لما بيجي الضيوف، بنحط شويه عصير فيهم وبتاع، بيبقى منظر يعني. واحد بيقول لك ايه، انا شاكه. واحده بتقول لك انا شاكه في ماكرون ده تكون امه مصريه ومخبي. ممكن. ممكن يا جماعه، انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ واحد بيقول لك الصوره كلها ضباط وحراسات. ايه يا جماعه، ما هو لازم يبقى معاه حراسات ولازم يبقى فيه ضباط. اما هنسيب رئيس جمهوريه فرنسا يمشي كده في مصر؟ لو جرى له حاجه ده في وش مصر يا جماعه. واحد تاني بيقول لك يا مصر بتشغلينا ازاي؟ بيقول لك بتشغلينا ازاي. واحد تاني بيقول لك الجندي المجند جي يصف عندنا في الاسكندريه على حس ماكرون. واحد تاني بيقول لك ايه، هم دول عمال برضو. واحد تاني بيقول لك اعضاء نادي سموحه. ممكن يا عم، ممكن يكونوا اعضاء في نادي سموحه. انت في يا عم. واحد تاني بيقول لك ايه، فيه كتيبة صاعقة بتتصور معاه. لا اله الا الله. يعني الناس مش مصدقه خالص ان دي ناس عاديه. يا جماعه ممكن يكون ناس عاديه، انا ما اعرفش بصراحه. انا من القاهره مش من اسكندريه. الناس اهل اسكندريه، يا ريت لو حد بيتفرج علينا من اهل اسكندريه يقول لنا هم دولت الناس فعلا والعمال اللي في الشوارع، ولا مش عمال زي ما الناس هنا بتقول في التعليقات. بس على بص على السوالف وانت تعرف. السوالف ايه يا جماعه؟ السوالف ديت اللي هي في الدقن يعني يا جماعه. بقول لك بص عليها وانت تعرف. حتى يقول لك الاسكندريه بقت في حته تانية. ايوه يا عم، رئيس فرنسا بيجري في الشوارع كده وسط الناس والناس كلها بتتفرج عليه. حتى يقول لك ايه، سيادة الصول وحضرة المخبر مبسوطين على الاخر في الصورة. يا جماعة لا اله الا الله، الناس كلها مش مصدقة ليه ان هي دي ناس عادية. يا جماعة في ايه؟ تاني بيقول لك ايه، وقصين نفس القصة للشعر، وقصين نفس القصة للشعر. الناس يا جماعة بتقعد تدقق في حاجات كده. واحد تاني بيقول لك فين العمال طيب؟ واحد تاني بيقول لك ايه، ماكرون بقى واحد مننا والله. ماشي يا جدعان. ها طيب يا جماعة، كفاية كده وقولوا لنا رأيكم ايه. يلا بينا يا جماعة، وكفاية كده. يا ريت تشتركوا في القناة وتقولوا لنا رأيكم ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.